شوف شنو وقع في آخر حصة تدريبية ديال المنتخب المغربي. أجواء جديدة وبداية مختلفة. المنتخب الوطني المغربي دار آخر حصة تدريبية ليه تحت قيادة المدرب الجديد محمد وهبي، واللي باين من خلالها أن الأمور تبدلات بزاف، سواء في طريقة الخدمة ولا في العقلية داخل المجموعة. الحصة كانت فيها واحد التركيز كبير ودامت تقريبا ساعة ونص، فين بداو اللاعبين بتمارين بدنية باش يرجعوا الفورمة، خصوصا أن بزاف منهم جاو من مباريات قوية مع الأندية ديالهم. من بعد دازوا التمارين بالكرة ولكن بطريقة خفيفة. الهدف منها هو الانسجام بين اللاعبين والرجوع للإيقاع ديال المنتخب. اللي بان واضح هو أن المدرب باغي يفرض الانضباط، حيت كل شيء خدام بجدية وما كاين حتى تهاون، وكل لاعب كيبان باغي يثبت راسو، خصوصا مع وجود لاعبين شباب عطاهم الفرصة باش يوريو الإمكانيات ديالهم. حتى من ناحية التكتيك كيبان أن وهبي باغي يبدل في طريقة اللعب ويركز على فريق متوازن كيقدر يدافع مزيان ويطلع الهجوم بسرعة، وهذا الشيء بدا كيبان حتى في التدريب. الأجواء كانت زوينة ولكن فيها تنافس كبير، حيت دابا البلايص ماشي مضمونة وكل لاعب خاصو يخدم باش يبقى مع المنتخب، وهذا الشيء غادي يعاون باش نشوفوا مستوى أعلى في المباريات الجاية. الخلاصة، كاين مشروع جديد كيتبنى دابا. الانضباط، الشباب والتنافس القوي هما العنوان الكبير. دابا السؤال، واش هاد البداية مع وهبي غتعطينا منتخب أقوى وجاهز للمونديال، ولا غتكون مرحلة صعيبة في الأول؟